مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة مودرن كورة، عودة من جديد أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء المثير، لقاء النادي المصري ونادي الزمالك. وبعدما تقدم أبناء بورسعيد بهدف من خلال أحداث الشوط الأول، وزي ما حضراتكم شايفين الفرحة عمت مدرجات استاد النادي المصري، ركنية أحمد شديد الإداوي وارتقاء رائع للمالي إلياسو، وهدف اتقدم بيه مبكر جدا بعد 6 دقايق. بعدها حاول نادي الزمالك اللي كان افضل في بعض الفترات بفضل تحركات ابرز لاعيبه الزمالك الشوط الاول محمد ابراهيم، اللي الحقيقه خلق اكتر من فرصه وخد اكتر من فاول من خارج المنطقه. لم ينجح لاعيبه نادي الزمالك في ترجمتها لاهداف بفضل لجماهير بورسعيد. راح يلعب ضربه ركنيه، حسام حسن بيصيح في لعيبته، مش عايز تكرار الخطأ يتكرر. شديد يلعبها حلوة جول إلياسو الهدف الثاني، والخطأ نفس الخطأ في تمركز دفاع الزمالك، ويجي لها على طول زي الصقر يحطها بدماغه في مرمى عبد الواحد عشان يبقى الهدف الثاني للنادي المصري، وتشتعل مدرجات استاد بورسعيد بالجول الثاني للمالي إلياسو. يحطها حلوة كأنه حسام حسن وهو بيشاور قبل ثواني، قلبه حاسس وهو بيصيح في مدافعيه بالرقابة. هنشوف تاني عبد الحكيم، شوف الراجل جاي قطع منين، يا داخل من القلب وحاططها بدماغه بمنتهى القوة كأنه شايتها في مرمى عبد الواحد السيد. وماذا تفعل يا عبد الواحد؟ الكرة قوية، كأنه لعيب بيشوط الكرة برجله وتتحط في المرمى، ويبقى الهدف الثاني في نفس التوقيت في الدقيقة 6 من الشوط الثاني. إلياسو كان في الدقيقة 6 والدقيقة 51 نفس التوقيت الشوط الأول، ويرفع رصيده ل6 أهداف. الهدف اللي كان في شك ليه ولا لإيهاب المصري في مباراة إنبي احتسب لإلياسو، وبالتالي هو عنده 4 وجاب 2 النهارده بقى 6.